انا مبسوطه قوي يا بنات ان احنا جينا من ورا اهلنا. انا اول مره اجرب تجربه زي دي. طب دلوقتي افرضوا اهلنا فضلوا يدوروا علينا. ما تخافيش يا اسير، انا خفيت كل تليفوناتنا. خلاص بقى يا بنات، خلونا نبدا الفعاليات بتاعتنا. طب ايه هنعمل ايه اول حاجه؟ انا جاتلي فكره. قولي يلا يا نور. تعالوا نستكشف بقيه المكان اللي هنا. طب يلا بينا بسرعه عشان ما عادش حاجه والشمس هتغرب. بصوا يا بنات انا لقيت ايه، لقيت توت. بصوا يا بنات انا لقيت ايه، لقيت توت احمر. تعالي نقطفه سوا. طعمه حلو قوي. انا هروح ادور، ممكن يكون في فاكهه تانية. اسيل بصي لقيت ايه. ايه لقيتي ايه؟ لقيت فراوله، بصي دوقيها كده. ايه ده؟ بصي فوق كده، ده في سلم هنا. لا، اوعي يكون اللي في بالي بيت شجره. نادي لولي بسرعه نستكشفه مع بعض. ها لقيته ايه؟ بصي ده بيت شجره، اكيد في حد اللي عامله يعني. طب بس يلا يا لولي خلينا نطلع نستكشفه. احنا علشان نطلع لازم نعدي على الجسر وانا بخاف. ما تخافيش انا هبقى ماسكه ايدك، بس تعالي معايا. طيب خلاص ماشي. الاول اوعديني ان انت هتمسكي ايدي. وعد بس يلا. واو ده في هنا دمى. جماعه اكيد كان في حد هنا. طيب ما تيجوا نقعد هنا شويه قبل غروب الشمس. اوكي ماشي، بس ننزل بسرعه يا نور. حاضر، ما تبقيش خوافه كده. بتهزري. جماعه خلاص كده بقى كفايه، الشمس نزلت والدنيا ضلمت. يا ريتني ما سمعت كلامكم يا جماعه، احنا هننزل ازاي دلوقتي؟ خلاص يا لولي انت خايفه كده ليه؟ ما قلتلك احنا مع بعض. ايوه ماشي، بس الدنيا ضلمت، ده حد معاك يا شاف؟ ايوه اهو معايا. طب يلا بينا ننزل يا جماعه. فين المتعه في كده؟ تعالي بس نكمل نمشي على الشبكه اللي هناك دي. لا يا جماعه انا خايفه. بس بقى يا لولي، اذا كان انا بخاف ومش خايفه زيك كده. خلاص بس ما تخافيش، امشي ورايا انا ونور ومش هيحصل حاجه. خدوا بالكم ممكن حد يقع. واو جماعه، ده في هنا مرجيحه. انا هركب قبلكم. ايه ده بيتودي لشجره تانية. يلا دوركم يا بنات. لا انا خايفه. طب بس يلا انت قدها. ايوه شطوره. وي. ايه ده انتوا وقعتوا في الطين. طب بس تعالي دي ممتعه قوي. الله بجد الشعور ممتع قوي. حد سمع الصوت اللي انا سمعته؟ نور وراك يا نور. ايه ده تعبان. جماعه التعابين بتخاف من الكشاف ومن النار. فين الكشاف؟ مش هنعرف نجيبه، لازم حد يعدي من على الخشبه دي. خلاص انا هروح اجيبه. امشي بقى انت تعبان مخيف. يلا يا بنات نخش على الخيام بتاعتنا، الجو اتأخر. يلا بينا، خلينا ماسكين ايد بعض. شوفوا انا صنعتلكم ايه يا بنات، اطواق ورد شكلها جميل قوي. شكرا يا لولي، تعبتي نفسك بس تحفة والله. جماعة ايه رأيكم نحكي قصة دلوقتي وانا اللي هحكيها؟ لا انت دايما قصصك مرعبة. طب بس تعالي كل واحد يقعد قدام خيمته وانا هحكي. كان يا مكان كان في 4 بنات في مخيم صيفي، وكانوا صديقات مقربين. قرروا يطلعوا في رحلة سوا من غير أهلهم ما يعرفوا. لكن الرحلة في بدايتها كانت ممتعة جدا، بس فجأة في نص رحلتهم طلع عليهم تعبان. التعبان ده كان مخيف جدا، بس البنات كانوا شجاعات جدا وعرفوا انهم يتخلصوا من التعبان. وبعد ما راحوا علشان يناموا في الخيمة بتاعتهم، فجأة بدأوا يسمعوا صوت مرعب. الصوت ده كان كأنه صوت دب. ايه ده، هو في دب؟ لا ده مفيش دب، ده في القصة بس الدب ده ما كانش شرير. الدب ده كان ودود جدا وكان لونه بني. جماعة حد سمع الصوت ده؟ لا مفيش حاجة، انت بس اللي سامعة. لا يا نور، في صوت خرفشة بجد. ايه يا جماعة، ده مجرد ركون مسكين. تعالى انا هديك في مكان امان. خلاص يا جماعة انا ما عدتش قادرة، عايزة انام قوي. يلا يا بنات ننام، تصبحوا على خير. يلا بينا يا بنات، زمان اهلنا قلقانين علينا. طب يلا بينا، انا جهزت كل حاجة. يلا ادينا وصلنا. اشوفكم بقى بعدين يا بنات، ما تنسوش تكلموني. باي يا لولي، باي.